مساء الخير على حسب قربك من خط الاستواء. ضربات الجزاء دي طريقة جميلة للتسجيل، ده وصف للصورة بيليه في سيرته الذاتية رغم تسجيله 77 هدف من خلالها، وده بيدل على انها جزء لازم ولابد من كرة القدم ومش ممكن تقلل من قيمتها في اي حال من الاحوال. وكتير بتكون ضربة الجزاء أو ركلات الترجيح هي أكتر مشاهد كرة القدم مثيرة وبتحرك مشاعر جميع مشجعين كرة القدم سواء بالفرح أو بالحزن حسب ظروف الماتش وفي أي مناسبة بتتلعب، وفيها بتقل الأصوات تماما خلف الشاشات وجوه الملعب. مفيش حاجز بين اللاعب اللي بيسدد والشباك غير مسافة التنفيذ 11 متر وحارس المرمى. فأنا أحمد ثابت، وفي الحلقة دي هنتكلم عن قصة اختراع ضربات الجزاء وضربات الترجيح. إذا مثلا عرفوا يا اسطى في هذا الفيديو لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان الفيديو يوصل أكبر عدد من الناس، وهيا بينا. ربنا نصرني ربنا نصرني ربنا نصرني. ايه دي كوره اليوم سلك اليوم قبل ما ندخل في التفاصيل، ضربات الجزاء بتسبق ركلات الترجيح ب 85 سنة، والفرق طبعا زي ما احنا عارفين ان ضربة الجزاء عقوبة لمخالفة قوانين كرة القدم وبتنفذ في الوقت الاصلي او في الوقت الاضافي لو كان موجود، بينما ركلات الترجيح زي ما انت عارف طبعا علشان بتحسم الفوز بعد نهاية الوقت اللي هو بالتعادل. والبداية مع ضربات الجزاء لمسة يد، اعاقة كده يعني. وجذور قانون ضربة الجزاء من حادثين رئيسيين حصلوا في نفس السنة تقريبا. الاول كان يوم 20 ديسمبر 1890 في ماتش ربع نهائي كاس اسكتلندا بين فريق فالكريك اسبشندرشاين وفريق هارت اوف ميدلسيان، ما تركزش على الاسماء. لما لاعب من فريق ارت اسمه جيم ادمز معنى على الكوره تدخل المرمى بالايد بس ما جاش عليه اي عقوبه، وحصل حاجه زي كده في نهايه سنه 1891 في ربع نهائي كاس انجلترا بين نوتس كاونتي وستوك سيتي، لما تعمد لاعب من ستوك سيتي ايديه على خط المرمى خلى الاتحاد الانجليزي يتحرك اخيرا. طيب اول مره طبقت ضربات الجزاء كانت امتى ومين اللي اخترعها؟ كان الايرلندي ويليام ماكروم حارس مرمى فريق ميلفورد ايفرتون ارماك سيتي دلوقتي، هو اللي اخترع فكره عقاب ضربات الجزاء سنه 1890. على الرغم من اعتبار ماكروم مخترع لقانون ضربه الجزاء على نطاق واسع، لكن الفكره الفعليه لمعاقبه فريق بهذه الطريقه ربما جاءت من قانون لعبه الريجبي اللي نزل في سنه 1879، وتبين ده في تقرير سابق عن مباراه ريجبي سنه 1888 اتكتب فيه حضر دي صبري على ضربه جزاء امام المرمى، ويقال ان ماكروم استمد قانون او فكره ضربه الجزاء من النص ده. في كره القدم جاء من خلال اجتماع اتحاد شيفيلد لكره القدم سنه 1879. وما تنساش لو انت ما شفتش الفيديو تاسيس اول نادي في التاريخ ارجع وشوفه من الاي اللي فوق، وكان بينص على احتساب ضربه الجزاء لاي مخالفه تحدث على بعد ياردتين من خط المرمى، وكان الاقتراح الاول لوضع قانون ضربه الجزاء بس تم رفض الفكره. اما نص ضربه الجزاء اللي تمت الموافقه عليه سنه 1890 جاء كالاتي: اذا قام اي لاعب بعرقله او مساك لاعب منافس عمدا او تعامل مع الكره باليد عموما في حدود 12 ياردة من خط المرمى يجب على الحكم منح الفريق ضربة جزاء، ويتم تسديدها من بعد 6 ياردات اللي هي 5 متر ونص من خط المرمى اللي هي حاليا على بعد 10 ياردات. وبناء على الشرط ده يجب على جميع اللاعبين باستثناء اللاعب اللي بيشوط الكوره وحارس المرمى الوقوف خلف الكوره. واول ضربة جزاء في تاريخ كرة القدم اتحسبت بعد 4 ايام بس من اضافة القاعدة دي لقوانين اللعبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حصلت في السادس من يونيو 1891 بعد 15 دقيقة بس من بداية المواجهة الخيرية اللي كانت في ملعب مافيس بانك بار بين فريقين انا بصراحه مش عارف انطق اسمهم. تعرف تقول ارنبنا في منور انور 10 مرات. تم اختراع ركلات الترجيح بسبب واقعه في دور الثمانيه لبطوله كاس اوروبا للانديه في سنه 1965 بين ليفربول الانجليزي مع كولونيا الالماني فريق المدينه الواقعه على شمال نهر الراين، وانتهت مباراه الذهاب والاياب بين الفريقين بالتعادل السلبي خلال الوقت الاصلي والاكسترا تايم اللي كان اتطبق سنه 1875. ممكن نبقى نعمل عنها حلقه بعد كده. واتعملت مباراه فاصله على ملعب محايد انتهت 2-2 برضه، ولقى الحكم ساعتها الحل الاخير وهو استخدام عمله معدنيه لتحديد الفائز بالطريقه المعروفه، ولكنها سقطت مستقيمه على الملعب الموحل بسبب الامطار. وفي المره الثانيه كان الفوز من نصيب فريق ليفربول، ورغم انها كانت الطريقه المتعارف عليها ساعتها ولكن على غير العاده اثارت جدل واسع واعتبرتها الجماهير انها اشبه باليانصيب وتدعو لاجراء التغيير. فكانت الفكره من الحكم الالماني كارل فالد في سنه 1970 وتم الاعتراف بها وتطبيقها من الفيفا في 1976، وحصلت بطوله كاس اوروبا اللي اتعملت في السنه دي بشرف تطبيقها كاول المسابقات الكبيره. وبظهور ركلات الترجيح الاول اهدت البلد المخترع منتخب المانيا بطاقه التاهل للنهائي بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجه 5-4 بعد التعادل 3-3 في الاكسترا تايم. اما اول تطبيق على الاطلاق لفكره ركلات الترجيح كان في نص نهائي كاس واتني الوديه ذا واتني كاب في 5 اغسطس سنه 1970 بين مانشستر يونايتد ومضيفه هال سيتي على ملعب بوسفري بارك، واصبح اسطوره اليونايتد جورج بيست اول لاعب ينجح في التسجيل بركلات الترجيح، بينما كان دينيس لو من
بجانب هال سيتي اول لاعب يضيع على ركله الترجيح وفاز وقتها اليونايتد. ودي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ثابت والسلام عليكم.